بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. درسنا لهذا اليوم للصف السادس أدبي هو موضوع التوافيق لمادة الرياضيات. السادس الأدبي مادة الرياضيات وموضوع التوافق. موضوع سهل جدا، مجرد نعرف الخطوات الأساسية لهذا الموضوع. فأول شيء نعرفه أنه يرمز له بالرمز سي. هذا أول جزء عرفناه، رمز الموضوع. ثانيا نحتاج نعرف القانون وشنو فرقه عن قانون التبادل. فالقانون يقول القانون بالرمز سي من N إلى R. الاختلاف الوحيد اللي بينه وبين التباديل كان عندنا التباديل من N إلى R يساوي مضروب ال N على N ناقص R وعلامة المضروب. حاليا لا، راح ينضاف لي حرف زائد اللي هو القانون يقول مضروب ال N على N ناقص R، N ناقص R في مضروب ال R. هذا الإضافة الوحيدة، الفرق بين التباديل والتوافق، وإحنا اعتمادنا بالتوافق على هذا القانون وفي التباديل على هذا القانون. زين، اكو انواع للاسئله بهذا الموضوع اللي هم اولا ايجاد قيم n، ثانيا حل المسائل. بس قبل هذا الموضوع لازم ناخذ اسئله بسيطه نحلها باستخدام قانون التوافق. مثلا عندنا هذا السؤال اللي يقول جد ناتج ما ياتي، وانطاني اولا توافيق 5 إلى 3 وقال لي حلها. بما انه القانون قدامي ما راح يحتاج انزل القانون مره ثانيه. الفوق يمثل لي n والجو يمثل لي r. الان منطيني اياها 5، فراح اقول مضروب 5 على n ناقص r اللي هم 5 ناقص 3 وعلامة المضروب في مضروب الr اللي هو مضروب 3 ويساوي البسط كونه اكبر ما راح نتعب بيه، نتركه مثل ما هو، نتعامل مع المقام بعدين نشوف البسط شو نسوي له. فالمقام عندي 5 ناقص 3 هو 2 مضروبة 2 باعتبار ومضروبة 3، صار عندي ذولا 2. شوف لي هو أكبر، الأكبر نزل لي اللي هو أكيد راح تقول مضروبة 3 أكبر. زين، والأصغر أستاذ؟ الأصغر مضروبة 2 فك مضروبة 2 عبارة عن 2 في 1 مثل ما متفقين سابقا. نبدأ من العدد نتوقف برقم 1. زين، بعد شنو نسوي؟ نسوي التالي، نرجع على البسط أفك المضروب، فراح نقول 5 في 4 في 3 توصلنا إلى نفس العدد، توصلنا أنزل علامة المضروب وتوقف. الخطوة اللي بعدها أختصر المتشابهين من البسط والمقام. منو بقى عندي بالبسط 4 في 5 وبالمقام عندي 2. بكل بساطة أختصر 2 مع 4 بها 2. 2 في 5 يساوي لي 10 على 1، لأن 1 في 1 1 وما يحتاج نكتب الواحد، وانتهى الحل. ناخذ مثال ثاني بسيط، مثلا طاني توافيق 4 إلى 4 ويساوي نفس التطبيق ونفس القانون. بكل بساطة راح نقول توافيق 4 أو مضروب 4 اللي هو n مضروب هذا حي كامل n ناقص r وعلامة المضروب في مضروب r باستخدام القانون. الخطوة اللي بعدها الآن منطيني اياها 4 على 4 ناقص 4، نحن نقول 4 ناقص 4 من حقك كطالب تقول مباشرة يساوي 0 في مضروب الار ايش قد انطاني 4، اذا في مضروب الاربعة ويساوي نبدأ بالمقام مضروب الصفر، لأن 4 ناقص 4 صفر وعلامة المضروب. احنا متفقين البارحة على جزئيتين، قلنا ملاحظات مهمة جدا، انه مضروب صفر يساوي لي 1 ومضروب 1 يساوي لي 1. هذه ملاحظات قلنا ضروري نحفظها حيل. مضروب الصفر يساوي 1 ومضروب 1 يساوي لي 1، فعندي مضروب الصفر أكيد يساوي لي 1 في مضروب 4. بما أنه مضروب 4 ويشبه البسط فما يحتاج إلى تبسيط، راح أنزل مضروب 4. أختصر مضروب 4 مع مضروب 4 بها 1 و1 على 1 يساوي لي 1 ويكون انتهى الحل.
هذا بصورة طبيعية بصورة بسيطة. ناخذ مثال ثالث وأخير على هذا الموضوع. مثلا توافيق 5 إلى 1. بكل بساطة المفروض يطلع عندي العدد نفسه اللي هو الأعلى. خلنا نشوف. يساوي تطبيق مباشر بدون قانون. هذا القانون قدامي. الان منطينيها 5 علامة المضروب. بعدين نقول n ناقص r اللي هو 1 في علامة المضروب في مضروب الار اللي هو ايش قد انطاني الار؟ انطاني 1 وعلامة المضروب. هذا ما له قيمة 1 بالمقام لأن قيمته 1 يساوي 5 ناقص 1 4 وعلامة المضروب تنزل. مفكوك الخمسة هو عبارة عن 5 في 4 وانزل علامة المضروب لأن صاروا مشابهين. بما أنهم مشابهين نختصر 4 مضروب الأربعة مع مضروب الأربعة ويساوي هاي بها 1 وأكيد هاي بها 1. 1 في 5 5 على 1. إذا خليناها على 1 هو بدون أي قيمة فالناتج 5 فقط. وإن شاء الله الحين أنهينا الأسئلة البسيطة اللي تخص المضروب. ننتقل إلى الأسئلة الأهم اللي هي قلنا عليهم أنواع التوافيق. أنواع أسئلة التوافيق. أولا إيجاد n. ثانيا حل المسائل. عندي ذول اثنين. فنبدأ إن شاء الله بإيجاد قيمة n. إيجاد قيمة n من المواضيع البسيطة والمهمة بالوقت ذاته لأن عليها أسئلة وزارية بعدة سنوات. يجينا السؤال كالآتي. سؤال جد ناتج أو جد قيمة n فيما يأتي. انطاني هذا السؤال. أولا منطيني 6 توافيق. بالمناسبة توافيق بها 3 رموز. إما الرمز اللي أخذناه جزء واحد من n إلى r، أو ممكن هذا الرمز اللي هو من n إلى r بشكل عادي ممكن يجي وبعد بها الرمز الثالث. وإن شاء الله الرموز ثلاثتهم رموز سهلة ورموز حلوة. الرمز الثالث اللي هو نفس الشكل بس بهذا الشكل يعتبر n فارزة r. ثلاثتهم يدلون على توافق. فمعطيني هذا الشكل أنا بالنسبة لي بهذا السؤال اللي هو من n إلى 3 سادة توافيق اللي هو الشكل الثاني يساوي توافيق من n زائد 1 إلى 4. نبدأ بسم الله إلى حل هذا المثال. من أجل حل هذا المثال أول جزء أتخيله أنه ماكو بيناتهم إشارة فراح تكون الإشارة ضرب. فراح ينزل عندي 6 وتوافيق الان إلى 3 بس أشوف توافيق متفقين. إذا تباديل يكون الحل بدون كسر عبارة عن دالة خطية. أما إذا شفت التوافيق مباشرة أسوي كسر. فإذا جيت سويت لي هذا القوس يعتبر حلك خطأ مباشر. المفروض بي حتى أنزل 6 في بس شفت هاي التوافيق أنزل كسر وأقول مفكوك الآن 3 مرات. يعني شنو؟ يعني أنا عندي ترتيب اللي أخذناه البارحة اللي هو أبدي بالN بعدها 3 مرات يجيني n ناقص 1 و n ناقص 2. احسبهم 1 2 3 على مضروب العدد. بالتوادي ما يحتاج مضروب عدد. أما بالتوافق بما أنه كسر قلنا فلازم نحتاج مضروب العدد اللي هو العدد عندي 3 فراح يصير 3 في 2 في 1 يساوي توافيق كسر باديلي من n زائد 1. رايد لي كم جزء؟ رايد لي مفكوكه 4 مرات. إذا يجي ورا n زائد 1 n وبعده n ناقص 1 وبعده n ناقص 2 على مضروب الأربعة لأن 4 مرات 1 2 3 4 مضروب الأربعة 4 في 3 في 2 في 1. نتوقف عند العدد 1. الخطوة اللي بعدها نختصر إذا وجد الاختصار. أكو اختصار موجود اختصار 2 في 3 2 في 3 6. أختصر 6 مع 6 راحت لأن هذا ما بمقام مقام 1 فأختصر البسط مع المقام.
بهذا الموضوع من حقي اختصر بسط مع بسط او مقام مع مقام بشرط بينهم مساواة ويكون الطرفين متساويات. بما انه بيناتهم اشارة مساواة وهذا المقدار يساوي هذا المقدار، اذا نختصرهم. بعدين n ناقص واحد مع n ناقص واحد و n مع n. بهذا الطرف اختصرت هذا المقدار كامل. منو بقى؟ تخيل هذه هي بقى واحد بقى واحد بقى واحد. واحد في واحد واحد على واحد هو العدد واحد. زين الطرف الثاني منو بقى بي اذا هذا بقى واحد؟ يساوي الطرف الثاني بقى n زائد واحد على 4 في 3 12 في 2 24 في واحد 24. بابا انت ما بيك مقام، ايش قد مقامك؟ راح يقول مقامي واحد. كل عدد ما بي مقام واحد. كسرين بيناتهم مساواة. الحل عن طريق ضرب طرفين في وسطين. فn زائد واحد في واحد هو n زائد واحد يساوي 24 في واحد 24. الخطوة اللي بعدها بين المتغير والعدد اكو اشارة جمع، اذا انقل العدد للطرف الثاني يصير n يساوي 24 تنزل اشارة موجب من ينقله يصير سالب واحد. اذا n يساوي لي 24 ناقص واحد العدد 23 وهو المطلوب. انتهى الحل للسؤال الاول. ننتقل الى سؤال ثاني. ثانيا السؤال الثاني اللي هو عبارة عن هذا السؤال نقدر نعتبره بعدين انطيك اياه كواجب، بس عندنا سؤال بطريقة اخرى مختلفة اللي هي التوافيق من n الى 2 للعدد 66. ونشوف شلون راح يطلع عندنا الناتج. بكل بساطة توافيق 2 الى العفو n الى 2 مباشرة قلت من اشوف توافيق افتح كسر. بادي لي بالn اذا انزل 2 اللي يبدي بيها انزلها نفسها. بعدها بما انه قال مفكوكة مرتين اذا يجي لي ورا الn هو n ناقص واحد وسد القوس على 2 يساوي 66. بما انه ما بيها مقام اكيد مقامها واحد، وبما انه الكسرين بيناتهم مساواة راح يصير طرفين في وسطين. بس قبل ما اسوي طرفين في وسطين اكو عملية تبسيط بسيطة جدا اللي هي عملية ضرب توزيعي بالاول وبالثاني. فn في n تربيع ناقص n في واحد n على 2 يساوي 66 على واحد. هسه عملية ضرب طرفين في وسطين. n تربيع ناقص n في واحد هو ينزل المقدار نفسه n تربيع ناقص n يساوي 66 في 2. عندك 2 في 6 هو العدد 12. 2 واحد باليد و2 في 6 12 وواحد 13. الخطوة اللي بعدها بما انه عندي n تربيع و n فراح اصفر المعادلة حتى يصير عندي 3 حدود تحل بطريقة التجربة. فراح يصير n تربيع ناقص n هو موجب من انقل للطرف الثاني راح يصير سالب 132 يساوي صفر. الخطوة اللي بعدها 3 حدود اكيد تحل عن طريق التجربة اللي هي على شكل قوسين يساوون صفر. الاشارة الاولى سالب فراح انزل سالب وعندي سالب في سالب هو موجب. اشوف الان تربيع اكيد الان تربيع اذا سالب تنزل وسالب في سالب هو اشارة موجب لان ضرب الاشارات المتشابهة. بعدين n تربيع عبارة عن n في n وال 132 هي عبارة عن 12 في 11. فأنا أتخيلها أرد الإشارة الوسطية بما أنه سالب واحد أكيد كل عدد ما بي معامل أو كل متغير ما بي معامل معامله واحد. إذا الحد الوسطي هو سالب واحد بين 12 وال 11 أكيد راح يطلع حاصل طرحهم يساوي لي واحد. بس كوني أريده سالب فراح أخلي العدد الكبير اللي هو 12 عند الإشارة السالبة والعدد 11 عند الإشارة الموجبة. حتى إذا حبيت أتأكد أضرب بعيد في بعيد وقريب في قريب. شلون؟ راح أقول n في موجب 11 يصير موجب 11 n وسالب 12 في n سالب 12 n. هسه إشارتي الكبير اللي هي سالب و12 ناقص 11 واحد والان تنزل عامل مشترك يطلع نفس المقدار. ونقول إما أو حتى ينتهي حلنا نضيف بالحل إما n يساوي هو سالب داخل القوس من يطلع خارج القوس كأنه ناقله بعد المساواة.
فهو إذا سالب يطلع خارج القوس يصير موجب 12. أما الثانية اللي هي n يساوي موجب داخل القوس يطلع خارج القوس سالب 11. واحنا متفقين كل سالب بقيم n يهمل، وانتهى الحل. زين، ننتقل إلى سؤال مهم آخر يخص التوافيق، وهذا راح يكون مهم جدا، اللي هو سؤال جد ناتج n فيما يأتي. ومنطيني هذا السؤال. هذا السؤال يعتبر ربط بين التباديل والتوافيق، فاللي يفهم هذا السؤال إن شاء الله السؤال الثالث يعتبر فهم التباديل والتوافيق سوا. يقول تباديل n إلى 3 يساوي 4 توافيق n زائد 1 إلى 4. مجرد تركيز بسيط، تريد تخلي قوس أو ما تخلي قوس عادي، هو كسؤال ما جاي به هذا القوس ما موجود. زين، متفقين على ملاحظتين: تباديل لا يوجد كسر، تباديل لا يوجد كسر. توافيق يوجد كسر. أقصد بالحل، فعندي تباديل n إلى 3، إذا مفكوك ال n 3 مرات اللي هو n شي يجيني وراها؟ يجيني وراها n ناقص 1 و n ناقص 2. أحسبهم كم مرتبة؟ واحد، حدين، 3 حدود، أو إذا هو 3 لازم أتوقف عند العدد 2. يساوي. أنتقل إلى التوافيق. بما أنه بالأرب بين الأربعة والعدد أو التوافيق ماكو إشارة، فراح يكون بيناتهم ضرب. إذا نزل 4 في، بس شوف التوافيق أنزل كسر. باديلي من n زائد 1 أخليها بين قوسين، اللي بادي بيها أنزلها، من يجي وراها؟ يجي وراها n و n ناقص 1 و n ناقص 2. السبب لأنه راد 4 مرات، مفكوك ال n زائد 1 4 مرات، فهو 1 2 3 4 على مضروب العدد اللي هو ايش قد؟ اللي هو 4، عبارة عن 4 في 3 في 2 في 1. بابا انت ما بيك مقام، ايش قد مقامك؟ راح يقول مقامي 1. بعدها عملية اختصار، هذا بيناتهم ضرب، فراح اختصر 4 مع 4 راحت. الخطوة اللي بعدها 2 في 3 عندي 6، 6 في 1 هو العدد 6. زين، قبل شوي حكينا ملاحظة مهمة حيل، قلنا من حقي اختصر بسط مع بسط او مقام مع مقام في حال كان بين الكسرين مساواة والمقادير متشابهة. فعندي n تروح مع n، و n ناقص 1 مع n ناقص 1 و n ناقص 2 مع n ناقص 2. هنا بقى 1 أكيد، 1 تقسيم 1 هو العدد 1. يساوي هذا المقدار كله راح، بقى منه؟ بقى n زائد 1 على 6. بابا انت ما بيك مقام، ايش قد مقامك؟ مرة ثانية قال مقامي 1. كسرين بيناتهم مساواة، طرفين في وسطين، n زائد 1 في 1 هو n زائد 1 يساوي 6 في 1 قال 6. بابا انت للطرف الثاني، شنو السبب؟ لأن بين العدد والمجهول إشارة جمع. إذا بين العدد والمتغير إشارة جمع أو طرح، ننقل العدد للطرف الثاني. ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عند التالي n يساوي 6 هو موجب، من انقل للطرف الثاني يصير سالب 1. إذا n يساوي لي 6 ناقص 1 أكيد 5، وانتهى الحل. لو طالع عندي سالب نقول يهمل ونتوقف عندنا الحل. لحد هاي اللحظة نقول إن شاء الله خلصنا الجزء الأول بأبسط ما يمكن، اللي هو موضوع التباديل، التوافيق وإيجاد قيمة n للتوافيق. ننتقل إلى الجزء الثاني من الموضوع، وهو الجزء المهم أو الأهم، اللي هو حل مسائل التوافيق. ناخذ مسألتين بسيطة على هذا الموضوع، وإن شاء الله يكون حلهم سهل. المسألة الأولى وهي المسألة الأبسط، يقول يراد تشكيل لجنة من 5 أعضاء. راح أكتب الأسئلة إن شاء الله وأرجع أفتح التصوير. نرجع إلى أسئلتنا الخاصة بهذا الموضوع، اللي هي مسائل التوافيق. مثلا عندنا هاي المسألة، يقول يراد تشكيل لجنة من 5 أعضاء
من بين 5 طلاب و8 مدرسين، بكم طريقة يمكن أن تكون اللجنة محتوية على مدرسين 2 فقط؟ زين، أول شي بما أنه يحكي عن مدرسين وعن لجان، تشكيل لجان، ويريد أعضاء، فأكيد موضوعنا نحكي عن موضوع توافيق، وراح أعطيكم إن شاء الله الكلمات اللي تدل على التوافيق والكلمات اللي تدل على التبادل. زين، الأجزاء الرئيسية هم الطلاب اللي مكونين للجنة، هم الطلاب والمدرسين. فراح يكون عندي توافيقين، التوافيق الأول في التوافيق الثاني. الفي مو شرط ننزلها بالبداية، عادي احنا نعرف شلون راح ننزلها بالنهاية، بس بما انه كتبتها فيه راح اتركها فيه واشرح لكم السبب. التوافيق الاول اللي يخص الطلاب اللي هم 5 طلاب، والتوافيق الثاني اللي يخص المدرسين اللي هم 8 مدرسين. يقول بكم طريقة يمكن ان تكون اللجنة محتوية على مدرسين 2؟ يعني اكو مدرسين، يعني هاي اللجنة اللي راح تتكون من 5 اعضاء، العدد الكلي اللي اريد اوجده هم 5، متكونة من 5 اعضاء مدرسين وطلاب، بس منطيني شرط، قايل الشرط لازم اكو بيهم مدرسين 2، يعني المدرسين اللي هم 8 راح اخذ منهم 2 بس. شقد اللي بقى؟ 2 راحت من 5، راحت منها 2، شقد بقى 3. اذا الطلاب شقد؟ الطلاب هم 3. اعيد، يراد تشكيل لجنة مكونة من 5 اعضاء، عدد الاعضاء 5. زين، هاي اللجنة من شنو متكونة؟ قال اللجنة متكونة من طلاب ومدرسين، المدرسين 8 والطلاب 5، بس انطاني شرط، قايل لازم يكون باللجنة اكو مدرسين فقط. زين، بما انه 2 فقط، 2 من 8، انا العدد الكلي الاعضاء اريدو 5، راحوا منهم 2، ايش قد بقوا؟ بقوا 3. هنا اقرا السؤال، اقول المطلوب مني 2 و3؟ لو 2 او 3. اذا قلت 2 او 3 معناه لو 2 لو 3، بس اذا قلت 2 و3 فمعناه ايش قد مجموعهم؟ مجموعهم 5، وهذا يحقق لعدد الاعضاء. وبما انه فالو معناها علامة الضرب. هاي شغلة انتهينا منها، نروح باتجاه الحل. متفقين اذا توافيق يعني كسر. توافيق 8 مرتين معناها 8 في 7 مضروبة 8 مرتين، او نلجأ الى القانون للحل، والطريقتين صحيحة. 8 في 7 لان مفكوك 8 او مضروبة 8 مرتين، على مضروبة 2 اللي هو 2 في 1. إشارة ضرب انزل ضرب، ومضروبة 5 3 مرات اللي هو 5 في 4 في 3، على مضروبة 3 اللي هو 3 في 2 في 1. ونبدي نختصر، بما انه بينهم ضرب من حقي اختصر بسط مع مقام، او من هذا البسط مع هذا المقام، من هذا البسط مع هذا المقام، احنا احرار بكيفنا. السبب لانه اكو بيناتهم ضرب، فاختصر 8 مع 2 اكيد بيها 4، و3 مع 3 تروح، 2 مع 4 اكيد بيها 2. بعد عندي عملية اختصار، ما ظل المقام بقى 1، وواحد في 1 هو 1، لأن بالضرب بين الكسور نضرب مقام في مقام وبسط في بسط. فنشوف شنو بقى بالمقامات، بقى 1 بدون قيمة يساوي الناتج النهائي توافيق 4 في 7، 4 في 7 في 5 في 2، اللي بقوا 4 في 7 في 5 في 2. فعندي أبسط شي 5 في 7 هو 35، هذه قدامي 35. 35 في 2 أكيد راح يصير 70. شوف، 7 في 5 35، 35 في 2 70، 70 في 4، 4 في 0 عملية ضرب، 4 في 0 0، 4 في 7 28. اللي بعدها راح يطلع عند الناتج فوق بالبسط 280 على 1 في 1 هو 1، ويساوي للناتج النهائي 280، وانتهى الحل. بكل بساطة 280 طريقة. زين، ننتقل إلى السؤال الثاني، وهو الأهم، شوي أهم من السؤال الفوق، بفكرته شوي أصعب، ولو هي إن شاء الله سهلة حل. السؤال يقول إذا كان عدد أسئلة امتحان مادة الرياضيات 10 أسئلة. عندنا امتحان مادة الرياضيات، منطينا الأستاذ 10 أسئلة،
وكان المطلوب حل 7، يعني عندي 3 أسئلة ترك. كان المطلوب حل 7 منها على أن يتم اختيار 3 من الخمسة الأولى. تعال خلينا نفتهم السؤال على كيفنا. أنا مادة رياضيات بها 10 أسئلة، هذا العدد الكلي للأسئلة. قال لي أردك تحل 7 أسئلة بس لازم تحل 3 أسئلة من الخمسة الأولى. زين، هو منين جت 5 أولى و5 ثانية؟ منين تجي هاي ال10 أسئلة؟ جزئها إلى جزئين، أكو عبارة عن نموذجين أو عبارة عن فرعين من الأسئلة. الفرع الأول ب5 أسئلة والفرع الثاني ب5 أسئلة. كل الأسئلة مجموعهم 10، بس قسمهم إلى قسمين. تمتحنون هسه 5 أسئلة وبعد شوية تمتحنون 5 أسئلة، حتى شقد مجموعهم 10. بس أنا ما أردك تحلهم كلهم 10، ما أردك تحل 7. وأكو شرط النوب، لازم تحل 3 من الخمسة الأولى. يعني هاي الخمسة الأولى راح أخذ منها 3 بس. زين، أنا شقد مطلوب مني؟ مطلوب 7. 3 راحوا من الخمسة الأولى، شقد ظلوا؟ 3. حتى يصير 7 لازم أحل شقد بعد؟ لازم أحل 4. تمام، حتى يصير 7 من 10. إذا أستاذ فهمنا الفكرة، نجي نطبقها. الحل 10 أسئلة راح تقسم إلى توافيقين، توافيق أول وتوافيق ثاني. التوافيق الأول 5 ب5. ليش؟ لأن مجموع 5 ب5 راح يؤدي لي إلى 10 أسئلة. زين، قال لي أريد ترى 3 من الخمسة الأولى. صار أستاذ هاي 3، شقد بقى حتى يصير 7 أسئلة؟ بقى لي 4. صار 3 و4 7. لو قلت 3 أو 4؟ لا أستاذ، إذا قلت 3 أو 4 معناه لو 3 أسئلة حال لو 4 أسئلة حال. بس من أقول 3 و4 شقد مجموعهم؟ مجموعهم 7. زين، بما أنه فراح يكون عملية ضرب. أستاذ فهمنا؟ ممكن نكمل حل؟ أي نكمل حل. يساوي، احنا متفقين إذا توافيق لازم شنو؟ لازم كسر. ف5 في 3 مرات، مفكوك الخمسة 3 مرات، 5 في 4 في 3 على مضروبة 3 اللي هو 3 في 2 في 1. عملية ضرب. إذا في مضروبة الخمسة 4 مرات، إذا هو أستاذ 5 في 4 في 3 في 2، صح؟ لو في 1 لا 4 مرات. احسب 1 2 3 4، توقفنا على مضروب 4 اللي هو 4 في 3 في 2 في 1. اكو اشكال أستاذ؟ أبد ماكو مشكلة. إذا عندك اختصار، بسم الله، إذا عندك اختصار تعال اختصر. أستاذ شلون ما عندي اختصار؟ عندي كومة. 3 مع 3 راحت، 4 مع 2 راحت، شقد بيها؟ بيها 2. زين، 4 مع 4 تروح، و3 مع 3 تروح، و2 مع 2 تروح، والواحد اصلا انت بابا ما له قيمه، فراح يصير 1 في 1 1. نجي على البسط نتفاهم معه. يساوي، لازم اضرب بسط في بسط، فعندي 5 و2 و4 بس. 5 في 5 25 في 2 50. 50 ايش؟ 50 طريقة لحل هذا الأسئلة. خلاص، إن شاء الله نكون أدينا أغلب الأسئلة بالشكل الصحيح. ننتقل إلى السؤال الأخير بالنسبة للتوافيق. السؤال الأخير والأهم واللي إجا وهاي السنة إن شاء الله دور أول، إجانا هذا السؤال أو مقارب له جدا. يقول صندوق يحتوي على 5 كرات حمراء و7 بيضاء، سحبت 3 كرات معا. كم كرة اللي سحبناهم؟ نكتبهم على صفحة. 3 كرات سحبناهم من الصندوق. تمام، ماكو مشكلة. جد طرق سحب. أولا منطيني طلب أول، طلب ثاني، طلب ثالث. أستاذ سهل إن شاء الله، بس خلنا نتفق أول شي. شو نسوي؟ إذا طرق سحب 2 حمراء و1 بيضاء. زين، من يذكر لي بس سؤال كرات فمعناه عندي توافيق. بس توافيق كم مرة؟ عندي توافيق مرتين. توافيق كم مرة؟ قل لي التوافيق مرتين. السبب لأن عندي نوعين من الكرات، عندي حمراء وعندي بيضاء. إذا حمراء والبيضاء. الحمراء بابا انتو شقد؟ راح يقول 5. البيضاء انتو شقد؟ 7. إذا أبدي بتعجبني اللي هم 7 وبعدين عندي 5. الخطوة اللي بعدها يقول سحب 3 كرات معا. جد طرق سحب. أولا 2 حمراء. بابا الحمراء انتو شقد؟ راح يقولوا احنا 5. شقد اريد اسحب منكم حاليا؟ اريد اسحب 2 حمراء. الحمراء 5 راح تروح منها 2. شقد بقيت يصير العدد 3؟ تقول استاذ 1. اقول لك ايه عافية صحيح 1.
لان هم 3 كرات، سحبنا 2 حمراء وواحدة بيضاء، صح؟ صح. اذا صار عندي 2 في 1. هسه من اريد اقراهم اقول 2 و1 لو 1 او 2؟ اكيد راح اقول 1 و2 بما انه و فعلامة ضرب. الخطوة اللي بعدها الحل مباشر، بما انه توافيق كسر ف7 الى 1. اكيد 7 الى 1 والله ماكو داعي الها الى كسر، راح اقول 7 فقط مضروبة في نفسها في 5 الى 2 هي 5 في 4 لانها مرتين او مفكوكها مرتين، على مضروبة 2 اللي هو 2 في 1 ويساوي. اكيد اكو اختصار بين هذا السبعة وبين 2 مستحيل. زين اكو اختصارين، اكو استاذي اختصار ايش قد بيها؟ بيها 2. 4 تقسيم 2 2. 7 في 5 35. 35 في 2 70 وانتهى الحل. هذا المطلب الاول. ننتقل الى المطلب الثاني. هذا المطلب الاول ان شاء الله ختمناه. ننتقل الى المطلب الثاني. يقول على الاقل 2 حمراء. زين استاذ شلون؟ اقول لك شلون. الجزء الاول هو ان عندي توافيق كرات البيضاء وتوافيق للكرات الحمراء. قال على الاقل 2 حمراء. اي صار استاذ اقل شيء 2 حمراء، يعني ايش قد بيضاء؟ يعني 1. فراح اقول 2 و1 3. زين بما انه قال على الاقل ممكن 2 وممكن اكثر من 2 اللي هو ايش قد؟ 3. ليش 3؟ لان كل الكرات اللي سحبتها انا 3، فاقل شيء 2. بس قايل على الاقل يعني راح ازيدهم ايش قد يصيرون؟ 3. زين ليش ما قلت 4؟ لان انا عدد الكرات اللي عندي هم كلهم 3، راح اكتب زائد نزل التوافيق الاصليه نفسها، بعدين زائد توافيق كرات البيضاء وتوافيق الكرات الحمراء. بما انه قال اقل شيء 2 يعني ممكن كلهم ايش قدهن؟ اللي ساحبيهم 3 حمراء، يعني هنا ايش قد؟ يعني هنا 0. فراح اقول 3 وصفر ايش قد يساوي لي؟ يساوي لي 3. انتهينا. من يقول على الاقل يعني بيناتهم زائد وزيد العدد. تعال على الجزء الاول. توافيق 7 الى 1 هو 7 في توافيق 5 الى 2 قبل شوي حليناها 5 في 4 على 2 في 1 مضروبة 2 زائد ننزل زائد. 7 الى 0 عادي تقدر تحلها باي اسلوب او تعال تحلك اياها بالقانون هين على صفحة وشوفها اللي هو راح يطلع لنا ناتجها بسيط جدا. بالقانون يقول مضروب 7 على 7 ناقص 0 وعلامة المضروب في مضروب الار اللي هو ايش قد؟ مضروب الصفر. اكيد مضروب الصفر يساوي لي 1 و7 ناقص 1 مضروب 7 واختصرهم ايش قد يساوي للناتج؟ يساوي لي 1. واضح؟ ان شاء الله عيدها، واذا عندك مشكلة ان شاء الله من تواجه بالدرس اشرح لك اياها مرة ثانية. اللي بعدها فعرفنا انه توافيق 7 الى 0 هو 1. 1 في توافيق 5 الى 3 يعني مضروب الخمسة 3 مرات، 5 في 4 في 3 على 3 في 2 في 1 اللي هو مضروبة 3. الجزء الأول 4 مع 2 راحت بها 2. 2 في 5 35 لأن مقامها 1. 5 في 7 35. 35 في 2 يساوي لي 70 زائد. شوف الطرف الثاني اكو اختصار. اي نعم 3 مع 3 تروح. 4 مع 2 بيها 2. 2 في 5 10. حاصل مجموعهم يساوي لي 70 زائد 10 اكيد يساوي لي 8. وانتهينا من الطلب او المطلوب الثاني. المطلوب الثالث هو المطلوب الاسهل ويحل بطريقتين، راح احلك الطريقة المختصرة والاسرع. يقول ان تكون الكرات من نفس اللون. لانه من نفس اللون راح اختصره مباشرة. انا كم نوع من الكرات عندي؟ عند البيضاء وعندي بعد عند الحمراء. يقول لي من نفس اللون، يعني انا كم كرة ساحب؟ 3. فراح اقول اما 3 كلهم بيضاء او 3 كلهم حمراء. وبما انه قاعد اقول او فراح تكون الاشارة عبارة عن شنو؟ اكيد الاشارة عن جمع. تمام لو مو تمام؟ تمام. اكو مشكلة؟ ماكو مشكلة. اذا اما او
اما العفو او انا اذا قلت 3 و3 معناه 6. زين انا اريد ايش قد؟ اريد 3 كرات احنا ساحبين من الصندوق. اذا راح اقول 3 او 3. زين الحل شلون راح يكون؟ راح يكون بالطريقة التالية. انطيني ناتجك باوة. 7 في ايش قد؟ في 6 في 5 3 مرات على 3 في 2 في 1 يساوي لو زائد، لا استاذ زائد ايش قد؟ 5 3 مرات 5 في، اذا في 5 في 4 في 3. لان كم مرة؟ قال لي توافيقها 3 مرات على 3 في 2 في 1. هسه عملية اختصار. الاختصار بين البسط والمقام ما يصير بين الكسرة اللي بيناتهم جمع. فعندي 6 راح تروح مع 2 في 3 6 راح تختصر، وعندي 3 مع 3 والأربعة مع 2 بيها 2. الناتج النهائي راح يساوي للمقامات كلها 1 ب1 فما إلها قيمة، يساوي 6 أو 7 في 5 هي 35 زائد 5 في 2 10. حاصل مجموعهم أكيد يساوي لي 45 وانتهى الحل. وإن شاء الله يكون موضوع التوافيق انتهى وبشكل بسيط وما عندنا أي مشاكل بهذا الموضوع. إن شاء الله الدرس الجاي عندنا موضوع مبرهن الذات الحدين.